شكلك مجنونة شكلك مجنونة شكلك مجنونة ودي إله يا رب ابو يوسف يطلع يدسكم انتوا الاثنين يا رب. واهلا بيكم في الشيكو شيكو. طب يا صاحبي، بدايه يوم 29 التاريخي 29/8/2025 بدانا الساعه 12 بالليل امبارح مع البوم مروان موسى ماتادور. زي ما احنا اتعودنا بقى لما بيبقى في البوم بنعدي كده رفلي على الحاجات اللي حصلت، وبعد كده ايه بنمسك كل تراك في يوم تاني. يعني انا مش عارف صوت الخلاط اللي امي بتعمله ده واضح ولا لا، ان شاء الله يبقى لا. هنبدا مع النكش. ايه النكش اللي كان في الالبوم ده؟ يلا بينا. شاطر بس تربي لي شنبك بس ما تقدرش تقل ادبك ودي بداية النكش ما بين مروان موسى وويجز، اللي هو أصلا البداية إنه مروان موسى قرر أنا هنزل يوم ما أنت هتنزل يا معلم، وقابلك من الساعة 12 عشان آكل الدنيا. فهو هنا بيقول له شاطر بس تربي لي شنبك، عشان ويجز طبعا في فترة كان مربي شنبه، فمرة بيقول له شاطر بس تربي لي شنبك، وفي الأد لبس بيقول له عامل السيد بروح أمك. يعني هل هي دي بس؟ لسه تعالى. ده في تراك ماتادور، وماتادور البروديوسد باي مروان موسى. حبيب مارو والله ما عايز اكيد بس اكيد غارو يا ابني انت عبيط انت تقليد مارو يا ابني انت عبيط انت تقليد مارو. اللي جايه دي بقى ايه السين دفعه واحده يعني، بس برضه ويجز لانه اكتر حد كان بيتكلم عن اللي انت هتسمعه ده. فاكس اي موجة انا القبطان ماضي كلمة صحكان على الجدران. فاكس اي موجه انا القبطان. اي موجه بقى هتقعدوا تتخانقوا عليها، انت هتقول انا عملت ويف وعايزين يركبوها، ويقول له كل ما اقول له الموجه بتاعتي يقول له الموجه بتاعته، فاهم؟ هو مره قال لهم فاكس اي موجه انا القبطان يا باشا، انا اللي سايق في البحر ده. هنسيب ماتادور دلوقتي لانه ما فيهوش نكش تاني، بس هنرجع له في حته معينه كده ونخش على النكش في مطروش. ايه يا عم رجعت امتى بقالك اصلا سنة ونص هتجهز امتى؟ ايه يا عم رجعت امتى؟ وانا بيتكلم على الفتره اللي ويجز كان مبطل فيها، ومش مبطل، ما كانش بينزل حاجات يعني، ولا كان بينزل تراكات، حتى هم نكشوه في منوعات وقالوا له يا ويجز ازاي تسيب الراب. فهنا بيقول له ايه يا عم انت رجعت امتى؟ ده احنا بقالنا سنه ونص بندور عليك. فينا كنت رافع اسد زي السيمبا زفاره في المجال يونج رينجا يونج رينجا. بص انا عفروتو دخل كتب لي كومنت انه لا، انا هحترم ان الراجل ده دخل كتب لي كومنت، فيعني ماليش دعوه بالحته دي، والراجل وضح لي كمان وجهه نظره، فيعني من هنا انا بحييك عفرت والله العظيم، وشكرا انك دخلت عملت ده يعني، واهتميت انك تعمل. كمل عشان لسه مارو ما حلش. تعالى يا اسطى اصلا يا اسطى اللقطه بصمه اصلي يا اسطى بفه يا اسطى اصلا يا اسطى بصمه اللقطه بصمه اصلي يا اسطى بفه. يا اسطى ما تقوليش يا اسطى، يا اسطى ما تقوليش بفه. طب بفه، طب يا اسطى. فجاله هنا تاني وقام رصها له بقى. انا قلت لك كل اللي انت عايزه، طلع اللي في قلبك يا صاحبي. عاجبني طريقه النكش عند مارو، حلوه وشيك ولذيذه، بس ما تضايقش. هي بالمناسبه ما تضايقش خالص، غير ما تربيش شنبك عامل لي سيساده روح امك، دي الوحيده اللي تضايق توجع. الباقيين لزاز حلوين يعني، فاهم اللي هو ايه، نكشتك ما تنكشني، وهنا ما بيخلقوش عداوات، ودي حاجه كويسه برضو يعني، انه ما فيش عداوه قوي يعني. قارن نفسي بيك ازاي يا زباله ارحم مجالنا من اشكال. قارن نفسي بيك ازاي يا زباله ارحم مجالنا من اشكالك، علشان طبعا في التراك ما تقارنش ويجز بموزه، فالناس قالوا ان موزه دي قصده على مروان موسى، فقال له انا هقارن نفسي بيك ازاي ارحم مجالنا من اشكالك. ولع بص ولع في السين كله. يلا اله يا رب ابو يوسف يطلع يدسكم انتوا الاثنين يا رب. فده فيما فده فيما يخص النكش. حلو، بس في حاجه غريبه انا ما فهمتهاش. ايه الكورس ده؟ يعني ده مقصود بيه حاجه ولا جله مننا؟ يعني هل ده زي ما بابلو بيطلع يتريق على الستيج على صوت ويجز لما بيسرسع تكون ملعوبه كده؟ انا ما فهمتوش يعني، ما فهمتش الكورس ده عايز يقول ايه في تراك مطروش. بس احسن كورس عجبني في الالبوم ده تفهمينيش غلط بيبي تلوميني طلب. رايق فشخ حلو قوي، والفلو بتاعه حلو، والتراك لذيذ بالنسبه لي. ممكن ابعته لو صاحبت في يوم من الايام، هبعته للبنت اللي انا هصاحبها يعني. احلى بقى فلو وسموز فلو بيتحرك فيه ناعم جدا ما بين البارات الطويله وما بين البارات القصيره، هو التراك ده. ده انا اللي قلبي عليك انت اللي فجأة مشيت وعملت عبيط. حلو، ده انا اللي قلبي عليك انت اللي فجأة مشيت وعملت عبيط. تمام، ده التقسيمه. بص بقى فلو ناعم اللي بيخليك تتحرك براحتك. باخد التبل انا والرجاله كلم شلتي كور الامي وانا هعمل منكش اسكندراني بشوف جمالها بقول ما فهمتش. فلو ناعم جدا جدا جدا. انا كده قدامي رباعيه واوصل عندها شكلي وحشتها. انا كده قدامي رباعيه لا 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 لا. مروان موسى
تيبيكال مروان موسى الحته دي اكتر حاجه بحبها فيه. يعني شفت اللي احنا سمعناها انا كده قدامي رباعيه، كان بيقولها منين؟ بيقولها من تحت من القرار. لما بيجي يعيد نفس البار تاني قدام في التراك هو بيقرر يوصل لحته تاني. يعني هنا قالوا لك من القرار الناحيه التانيه يطلع في الجواب، وانا كده قدامي رباعيه وصار عندها شكلي وحش. مش هيقولها هي هيطلع لك في حته تاني عشان ما تزهقش. هو شبهنا او شبه انا تحديدا، ما بحبش ان الحاجه تتعاد تاني، الكورس يتعاد هو الكلام يتعاد هو بنفس الحاجه، بكبيره من هنا في التراك واقوم حاطه في اخر حته وخلاص خلصنا. بيدي كل حاجه حقها. بس في حاجه انا مش يعني هبت منه في النص كده، مش فاهمها. تعال بص. بحبك اكتر ما بحب نفسي، بحبك اكتر ما بحب ميسي. بحبك اكتر ما بحب ميسي؟ ايه للدرجه دي؟ مين دي؟ ولو قال لك كده في يوم، لو في راجل قال لك كده في يوم من الايام اتجوزيه. حاجات سريعه كمان في الالبوم عجبتني، هو اعاده استخدام الاغاني القديمه بطريقه مارو. كل ما بقول التوبه بضعف تاني قصاد عيونه السودا. كل ما اقول التوبه يا ابويا عبد الحليم حافظ. احنا في تراك ماتادور، بص الثانيه في نفس التراك. انا بيبو حبيبي انا متوفي في دباديبو. حبيبي انا متوفي في دباديبو، يا اخواتي انا مت في دباديبو دباديبو دباديبو. ودي الثانيه، بص الثالثه في نفس التراك برضه. قلت لها الهضبه والله ما كان على بالي يا سيدي. وانت مين؟ قلت لها الهضبه. قام رد عليها والله ما كان على بالي يا سيدي. لو والله ما كان على بالي يا هوا. 3 تراكات كده، 3 شوت اوت وهو ماشي في الطريق. الفيتس بقى اللي موجوده في الالبوم، اكتر فيت هينتشر على تيك توك بالنسبه لي وهو شكلك مجنونه. طبعا في اكتر حته عجباني عند كريم اسامه في التراك ده، تعال نسمعها. مين اللي جاب بسبوسه والشاشه 60 بوصه؟ قولي لي بس عروسه مين اللي قلبت سوسه؟ قال لك مين اللي جاب بسبوسه؟ قال انا جايب بسبوسه، ده انا اروح فيكم في داهيه. تراك حلو جدا جدا لذيذ، هينتشر على تيك توك. كان ناقصه بس وجود عفروتو بالنسبه لي لانه بيليق على التايب بيت ده. عايز اشكر جلب على الكيبورد اللي عامله، وحاتم طبعا ومروان على البروديوسنج بتاع التراك ده، حلو جدا. بس عايز اسالهم سؤال، بص اسمع معايا الحته الاولى دي. شكلك مجنونه شكلك مجنون شكلك مجنون. هي مش دي بتاعت يلا حبيبك قاسي وسابك ويا عذابك نار. هي يعني انتوا قاصدين تعملوها كده ولا هي جت شبهها وخلاص؟ يعني لو في رد تمام، لو مفيش هي حلوه تمام. طبعا الفيت التاني هو فيت حبيب الملايين موسى سام. صاحبي الخط ده مشغول احكي في لنا طول الاسبوع. ليه طريقته خلاص في الكتابه اللي الناس بتحبها، وبيقول لك انت لو مش في مود معين مش هتعرف تفهم هو قصده ايه. وده تراك لذيذ جدا. بس انا كنت متوقع وجود موسى سام في تراك مع مروان موسى ان ممكن نوصل لحاجه اكبر من كده. يعني مش معناه انه وحش والنبي الله يبارك لكم علشان انت مشخصنها. والله ما مشخصنها انا ما اكتر واحد مبسوط ان الناس دي بتسخن وبتنزل تراكات. انت ما كنتش فاهم انا كنت بتنشأ على تراك راب من كام سنه قد ايه. بس عايز اشكره على حاجه، تراك لبوبو جدا. راب، احنا داخلين في راب فاهم، فانا اتبسطت اخيرا في راب. وكمان مع حد هو لسه صغير جدا تقريبا اسمه بيسو نمبر 1. دخلت عنده اول ما التراك نزل كان عنده 33 سبسكرايبر. شكرا يا مر والله انك عملت حركه زي كده. بسط لما بلاقي حد في المين ستريم بيقرر يشد حد معاه ويطلعه فوق. وعندي فكره كده ممكن اقولها، يعني لو حد عايز ينفذها، بما ان في زارطه البومات، ما تعمل البوم كله فيتات مع الشباب الصغير، ولو عطلان فيهم تقول لي هبعت لك داتا والله يسهل لكم الحال. ماشي. جاريث بيل جالي الواد ده الويل. جاريث بيل جالي الواد ده الويل فاهم. انت داخل في راب يا صاحبي، في سكيلز. كان بالنسبه لي ما انت كنت تنزلوه لوحده عشان نقعد نتبسط بيه. يعني حاسه هيتظلم في وسط الدوشه دي كلها، مليان راب ومليان سكيلز حلوه. خططها بتتنفذ اعرف ادركها لما يهلفت. شات فلو جميله بخططها بتتنفذ اعرف ادركها فاهم. اعرف ادركها، اعرف خليها بلاك دارك يعني. عديت عليها انا بالجيب عشيها ويا عيني مشيتها بالجيبه غشيمه. عديت عليها انا بالجيبه عشيها، بالجيب الاولى دي اللي هو العربيه الجب يعني. ويا عيني مشيتها بالجيبه غشيمه فاهم يلا الوزن ما هو. الراجل ما نساش انه رابر برضه. عايز انا اجيب لها لابوبو، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوق. قليل الادب ماليش دعوه. من غير فزلكه نايمت الكل بدري بس صاحي للتكسكه. دخلته على البيت حلوه جدا جدا. فاير واسمي علم يا اسطى انا جيت من العالم. حلوه يا صاحبي وكل حاجه، بس انت في تراك مع مروان موسى يا صاحبي. انت في تراك مع مروان موسى في قلبه من الناس كلها مستنياه.
ايه الفيرس ده ليه؟ ما كان انت حلو وقايل حلو وعندك سكيلز، ليه استهترت بالفيرس قوي كده؟ ده انا يعني كنت تحط على البيت والبيت حلو يطلع لك حاجات اكتر، بس يجي منه جدا. كان نفسي اهتم بس بالفيرس اكتر من كده. لحد هنا احنا كده خلصنا. انا مش عارف الفيديو ده هيطلع ده ربع ساعه ده ولا ايه؟ ربنا يستر يعني، والناس تتفرج عليه للاخر. وانت اللي وصل للاخر قول لي كلمه، اكتب كلمه سر. احنا مش هنحور لها عشان بس ابقى عارف مين اللي بيكملوا فاحبهم اكتر. ويجز لما ينزل انا قاعد مستنيه، انا قاعد. مش انا هنام النهارده.